رسميا المغرب كينضم لاسبانيا والبرتغال في ملف مشترك لتنظيم المونديال ديال 2030. ما اجمل هذا الثلاثي وما اجمل هذا الالتحام بين قارتين اوروبا وافريقيا. هذا الشيء راه يلاه اعلن عليه وزير التربيه والتعليم والرياضه السي شكيب بن موسى بان المغرب غادي ينضم لاسبانيا والبرتغال في تنظيم هذا المونديال الاستثنائي. وهذا جاء بعد يعني مشاكل اللي كتعرفها اوكرانيا، حيث اوكرانيا كانت هي الثلاثي ديال هاد جوج الفرق، ولكن بعد تورط رئيس الاتحاد ديالها في قضايا فساد فتم استبعاد ديالها. كنتمناو كل التوفيق للمغرب باش ينظم هذا الكوب دي موند مع هاد الدولتين العريقتين، ويكون هذا المونديال الرائع استثنائي ان شاء الله. المغرب كما كنعرفوا اعطى واحد الصوره جميله في المونديال الاخر ديال قطر اللي كان تنظيم عالمي بالنسبه لدوله قطر، فكنتمنوا ان المغرب ياكد هذا كذلك بالتنظيم بعد المشاركه الرائعه. للاشاره فان الاعلان عن البلد المنظم غادي يكون في البدايه ديال 2024، ونتمنوا ان شاء الله نسمعوا الخبر السار، علاش لا.